اهلا بيكم، اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا فتح علبه سريع لحذاء من شركه منترا المصريه. وزي ما انتم عارفين الفتره الاخيره احنا بنشجع المنتجات المصريه، بغض النظر ان قناتي تقنيه، بس انا برضو قناتي عاملها للتوثيق. يعني انا بشتري حاجه وبشارك تجربتي معكم، فانا حابب اشارك تجربتي في شراء الحذاء ده من شركه منترا. المهم طبعا انا اشتريت حذاء اخر وجربتها، فاشتريت حذاء ده كمان، وهوضح تجربتي معاها، وكمان فتح العلبة هوضح كل حاجة. المهم ده الحذاء، دي العلبة منترا، ده اللوجو منترا، اللوجو هنا المعنى 41، اللون كاسل روك ومون ميست. طبعا الالوان انا ما بكتبش، يعني انا مثلا لما اشتريتها كان في مكتوب في الموقع ان هي مثلا رمادي فاتح واسود، هنا كاسل روك ومون ميست. هي كمان المشكله دي اللي واجهتني مع الحذاء الاخر اللي انا اشتريته وبستعمله حاليا، برضه هوضحها. ده الحذاء طبعا انا استعملته فممكن يكون فيه شويه تراب شويه. مفروض ان الحذاء ده مكتوب في امازون انه اسود بكحلي، ده اسود، انما ده مش اسود، ده مش اسود، مش عارف واضح ولا لا، يعني ده مش اسود خالص. فهو يا اما يعني مكتوب في الموقع التسمية غلط، يا اما الالوان مش مظبوطة. بس انا اعتقد المرجح ان الموقع كاتب الاسماء غلط، يعني الاسماء اعتقد ان هي هتكون زي كده، اللي هي اسمين مثلا، اللي هو مون ميست وكاسل روك والحاجات دي، اللي هو يعني اسماء موضحة بالتفصيل اللون. انما هنا مثلا في الموقع كاتب ده مثلا اسود بكحلي، انما ده اسود، ده ممكن كحلي يعني مثلا، ده مش اسود، يعني ده مش اسود، ده اسود، انما ده فاتح شوية، وده مش اسود خالص اكيد، ده حاجة مخضرة شوية، يعني هو يعني اسود مخضر، فاهمني؟ حتى هتلاقيه واضح، دي اسود، شايف الفرق؟ في فرق. فلا يعني طبعا الصور واضحة بتاعت المنتج ده امامكم، فيعني انا مش عارف هل الصور غلط ولا الكتابة غلط ولا الالوان غلط، مش عارف يعني. ومش عارف انا، هي المفروض ان فيها استك هنا، هل ده الاستك؟ اثار الاستك بعد ما لبسته لما وسع ولا ايه؟ في زي نقطتين كده، ده الاستك ولا ايه؟ مش عارف. المهم نفتح العلبة هنا عشان ما اطولش عليكم. انا بيني وبينك ما كنتش عايز اشتري التانية دي اللون ده، بس اللون اللي انا كنت عايزه خلص، فده المقارب ليه. انا ايه اللون اللي كنت عايزه؟ هي نفس الجزمة، بس الخط ده كنت عايز مكانه الخط الاسود. طبعا هتكون واضحة امامكم الخط الاسود، شكلها افضل واحلى، وكمان هيشتغل وراها او هيشتغل خلال الفيديو نفس اللي هي خط الاسود، بس اثناء ما حد بيستعملها او هو ماشي بصراحة لطيفة جدا الخط الاسود. انما الخط ده انا فاكره رمادي فاتح وهيكون بيلمع كده ولطيف، انما بصراحة حال شكله مش لطيف يعني، يعني عادي بزيادة. اه بص، يعني ده يعتبر شبه اسود، انما ده مش اسود يعني، والله ممكن يكون الاتنين شبه بعض اصلا وانا مش مركز. يلا ما علينا. هو مكتوب كسر روك اصلا مش اسود، بس هو يعني على الاقل دي شبه دي، فاهمني؟ وده برضو ايه، يعني ده مخضر شوية، ده اقل شوية، مش عارف. المهم يعني نوضح التجربة. اول حاجة ده قماش للتهوية ومريح كمان في رجلك. المقاس انا بلبس 41 ل 42، هنا ال 41 كان مظبوط جدا، وكمان لامم رجلي خالص، يعني لاممها وفي نفس الوقت مش واجعها، يعني ما تعرفش ازاي، يعني لاممها بس عشان دي قماش تحسها شبه الشراب، يعني لابس مظبوطة على رجلي بزيادة، وفي نفس الوقت مش مألماني، لان انا لما بلمس حاجة ضيقة بتوجعني الحتة دي خالص، المنطقة دي بتوجعني جدا. فلا هنا ايه، يعني مفيش اي الم، وخصوصا الناس اللي إيه مشاكل في الدم هنا او الدوالي او ايا كان، لا مفيش اي ضغط. بس هي طبعا الجزمة تحسها معمولة رجلين رفيعة، يعني لو رجلك عريضة هنا او هنا اعتقد ان ايه هتكون ضيقة، انما غير كده هي تمام، يعني انا لبستها مريحة جدا. المهم نوضح من الداخل كده، مش عارف هتبان ولا لا، الفرش بتاعها كده تحسه، احنا ممكن نطلعها لو هتطلع، اهي مش عارف، شايف
اسفل الخياطة محترمة جدا تحسها. في نقطة البتاعة دي يعني مزولاني، وهتلاقيها تكلكع في رجلك. فانا مثلا الجزمة الاولى قصتها خالص، ريحت نفسي. اللون لو هتشتري اللون اللي فيه الحتة السوداء دي هيكون افضل، وهي متوفر فيها منها قصدي حوالي 18 لون، فيعني تعيش اللحظة. المهم دي سعرها كام؟ يعني احنا سعرها برضو قبل ما اكمل لو في حاجة اوضحها. بص، هي في موقع امازون هيكون سعرها ما بين 300 ل 350 جنيه. سعرها بشكل عام بيكون مثلا اقصى سعر ليها هو 500 جنيه. فيعني انا بالنسبة لي مش هدفع فيها اكتر من 350، او ممكن تدفع 500 لو انت مثلا بتفكر تشتري جنب طبعا غالية جدا حاليا. فده منتج مصري. انا شايفها بخامات حلوة ومريحة، يعني ده قماش مفيد التهوية، وكمان مريح بصراحة يعني. عشان كده انا اشتريت لي واحدة تاني. كمان الارضية هنا طرية، والوزن خفيف جدا، دي خفيفة جدا بصراحة يعني. فايه مش هتحس انك لابس جزمة خالص، فهي ايه لطيفة. وبرضه يعني الالوان مش بطالة يعني. بس انا كنت افضل ان دي تكون سودا. يعني دي تجربتي السريعة كده. هنا دي هتلاقي هنا في قطعة كده لطيفة برضو. ما علينا. المهم يعني ده تجربتي السريعة ليها. طبعا لو حد عنده اي سؤال يسألني في التعليقات، لان طبعا كده المفروض ان انا هجرب اتنين. فلو عندي اي ملاحظة كده او كده طبعا هجاوبكم بالتفصيل زي ما بعمل في اي فيديو. المهم ده فيديو سريع كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ولو حد عنده اي سؤال يفضل في التعليقات، وانتظرونا في الفيديوهات القادمة. سلام.